توفي زوج امرأة منذ 5 سنوات، وكلما أرادت أن تجد لابنها أبا جديدا كان الأخ الأكبر لزوجها دائما هو أول من يعترض على زواجها مرة أخرى. في البداية ظنت المرأة أنه يخشى إذا تزوجت ألا تتمكن من رعاية ابن أخيه بشكل جيد، إلى أن جاء يوم سمعت فيه بالصدفة شجارا بين والد زوجها وذلك الأخ الأكبر، وبعد سماع المحادثة أدركت المرأة بذهول أن زوجها لم يكن لديه أصلا أخ توأم، لقد اختلق هوية الأخ التوأم فقط لكي يتمكن من الزواج بتلك المرأة الماكرة التي فقدت والدها قبل 3 سنوات. كان الرجل يعتقد أن تلك المرأة لا تستطيع تربية ابنتها بمفردها، وأنه هو الذي كان يحبها دائما، أراد فقط أن يمنحها منزلا دافئا. لم تستطع المرأة قبول الحقيقة وانهمرت دموعها بصمت. خلال السنوات ال3 منذ يوم وفاة زوجها رفضت كل من تقدم لها، واعتنت بوالد زوجها ليل نهار للحفاظ على معيشة الأسرة، بل وباعت المقتنيات التي تركتها والدتها الراحلة. لكن ذلك الرجل تظاهر بأنه لا يرى كل جهودها، كان يمثل دور الأخ الأكبر كل يوم ويستمر في التواصل المشبوه مع تلك المرأة الأخرى. بعد معرفة الحقيقة قررت المرأة مغادرة المنزل الذي تمسكت به بعناد طوال 3 سنوات لتبدأ حياة جديدة مع ابنها. ولكن في الوقت الذي لم تكن تعرف فيه كيف تشرح الأمر لابنها سألها الصبي عما إذا كانت حزينة لأن أبي يتظاهر بأنه لا يعرفها. في تلك اللحظة أدركت المرأة أن ابنها كان يعلم منذ وقت مبكر أن ذلك الرجل يمثل، لكنها كانت تظن دائما أنه بسبب اشتياقه الشديد لوالده المتوفى كان يعتبر عمه بمثابة أب. الآن فهمت أنها كانت غبية لتصديق كذبة تمكن حتى طفل من كشفها. بعد 3 سنوات من مشاهدة كل شيء أخبرت ابنها أنها تريد أن تجد له أبا جديدا، وبشكل غير متوقع وافق الصبي فورا دون تردد وقال إن المكان الذي توجد فيه أمه هو الوطن. بدعم من ابنها اتصلت المرأة فورا بقائد الوحدة ووافقت على الزواج منه. شعر ذلك الرجل بسعادة غامرة واستعد لاستقبالها في اليوم التالي مباشرة. خلال السنوات ال3 التي تظاهر فيها الرجل الآخر بالموت تقدم القائد لخطبة المرأة 99 مرة، لكنها كانت ترفض في كل مرة متذرعة بمسؤوليتها تجاه عائلة زوجها، لذلك ظل ينتظرها بصبر، وهذه المرة لم ترد المرأة أن تدعه ينتظر أكثر. في اليوم التالي سمع الرجل الذي تظاهر بالموت أن القائد سيتزوج، فقرر اصطحاب المرأة الأخرى لحضور حفل الزفاف دون أن يعلم أن العريس هو الشخص الذي سيتزوج زوجته هو. أثناء تناول الطعام وكالمعتاد حاول الرجل وضع الطعام للمرأة، لكن الصبي دفع يده فورا وناداه بعمي قائلا له يا عم عليك فقط أن تضع الطعام لوالدتك، يقصد جدته أو المرأة الأخرى حسب السياق الساخر. ذهل الرجل تماما لأن الصبي كان يناديه دائما بأبي سابقا. قال الصبي إنه كان صغيرا في السابق ولم يفرق بين الأب والعم، لكنه لن يخطئ في المنادات أبدا بعد الآن. بعد الغداء جاء مساعد القائد لاصطحاب المرأة لاختيار فستان الزفاف. التقى الرجل بالمساعد صدفة، وبعد بضع كلمات عرفت المرأة الأخرى أن خطيبة القائد موجودة في متجر الفساتين، وبدافع الفضول سحبت ابنتها فورا إلى هناك لترى من هي تلك الشخصية المحظوظة. لكن في المتجر لم ترى سوى المرأة الزوجة الأولى تجرب فستان الزفاف، ولم تكن تعلم إطلاقا أنها زوجة القائد المستقبلية، بل خمنت فقط أنها تنوي الزواج مرة أخرى. تقدمت نحوها فورا وبدأت في السخرية والتهكم. قالت المرأة بهدوء إنها أخلصت لزوجها الراحل لمدة 3 سنوات، لذا فهي لا تدين له بشيء، لكن زوجها تخلى عنها وعن ابنها ولا يمكنها أن تترك ابنها بلا أب إلى الأبد. جعل موقفها الرجل يدرك أنها ربما عرفت شيئا ما. في اليوم التالي سارع لشراء حقيبة مدرسية باهظة الثمن لكسب ود الأم والابن، لكن الصبي رفضها دون تردد. ارتبك الرجل وسأل عن سبب برودها المفاجئ. ذكرته المرأة ببرود بأنه مجرد أخ لزوجها، وهل يجب عليها أن تعامله كما تعامل زوجها؟ كما ذكرته بوضعهما كأخ الزوج وزوجة الأخ، ونصحته بالتزام حدوده، وأنه إذا تجاوز الحدود فإن المرأة الأخرى لن تسكت. بعد قول ذلك استدارت وغادرت دون أن تلتفت خلفها. في ظهر اليوم التالي أخذت المرأة ابنها إلى مكان عمل القائد. عندما رأى القائد أن المرأة التي طلب يدها 99 مرة قد وافقت أخيرا فرح فرحا شديدا وأعد طعام الغداء للأم وابنها. وعند رؤية حبه لابنها عرفت المرأة أنها اختارت الخيار الصحيح. في تلك الأثناء ارتدت المرأة الأخرى ملابس فاخرة لتذهب مع الرجل لحضور حفل الزفاف، وهي لا تعلم تماما أن العريس يتزوج زوجته هو. عند الوصول ذهلت بفخامة الحفل، فسألت الرجل متى سيقيم لها حفل زفاف كهذا، وأيدتها ابنتها في ذلك. لم يكن بوسع الرجل العاجز إلا أن يقول إنه عندما يصل إلى مكانة القائد سيتمكن من تحقيق ذلك الحلم. وفي حيرة من أمره سأل الموظفين عن هوية العروس. قال الموظف إن العروس سبق لها الزواج وأن زوجها توفي منذ 5 سنوات. شعرت المرأة الأخرى فورا أن هذه القصة مألوفة للغاية، لكن الرجل لم يصدق أن العروس هي زوجته. عندما يرى العروس تصعد إلى المسرح ماذا سيفعل؟ هل تلك الزوجة المهجورة هي النسخة الكاملة